4 حاجات مجهوله ممكن ان هم يسببوا لك قلق. معكم نهله عبد الباقي، اخصائيه نفسيه. انا بس مبدا وقبل ما اقول اي حاجه، لو انت حد بتقلق او بتخاف، الاعراض دي مش هتيجي لكل الناس، ومش كل الناس هيحصل لها كل الحاجات دي كلها. احنا بنقول الكلام ده بس عشان خاطر ان احنا يبقى في توعيه اكبر، ولو حد عنده فعلا عرض من الاعراض اللي احنا نقول عليها ما يعطلش نفسه كتير ويحاول ان هو يلجا للعلاج بسرعه. اول حاجه، تغيرات كبيره جدا في حياتك او تغيرات اجتماعيه كبيره جدا بتحصل لك، تبص تلاقي نفسك مره واحده كده حصلت لك مشاكل مثلا مع اسرتك، مع اهلك، في دراستك. الحاجات دي لما بتحصل كده فجاه وبشكل كبير قوي ممكن فعلا توصلنا لدرجه القلق. تاني حاجه، تجاربك السابقه، بالذات لو كانت التجارب اللي انت مريت بيها دي تجارب مش حلوه او تجارب وحشه قوي او تجارب انت اصلا ما كنتش متوقع ليها، فبنسبه كبيره التجارب الصعبه دي ممكن فعلا برضو توصلنا لدرجه القلق الشديد. ثالث حاجه، التغيرات الهرمونيه الشديده، بالذات اللي بتحصل للستات او للبنات وقت الدوره الشهريه، وقت الحمل، وقت الولاده. اللخبطه الهرمونيه دي ممكن تعمل خلل في كيمياء المخ فتاثر على حالتي المزاجيه، فتوصلني ان انا يبقى عندي قلق شديد. رابع حاجه واخرهم هي ان انا اكون طول الوقت بفكر في المستقبل بشكل سيء جدا، وان انا كل شويه بفضل انقد نفسي على كل حاجه حصلت لي وعلى كل حاجه انا عملتها، لدرجه ان انا من شده الكلام ده كله ممكن اوصل للقلق الشديد جدا. لو انت حد عندك حاجه من الحاجات دي ومش عارف ان انت توقفها لوحدك، ما تترددش ولو لثانيه واحده ان انت تلجا لجلسات العلاج النفسي. ولو عاوز تحجز جلسه علاج نفسي اونلاين، هتلاقوا لينك الحجز موجود في البروفايل اللي موجود تحت اسمي بالظبط.